السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندريه. الفيديو النهارده جوله في الترام. الترام الزرقاء. هنركبوا الترام بقى من محطه الرمل لغايه من اخر محطه لاول محطه، او من اول محطه لاخر محطه. احنا هنا في محطه الرمل. اخرها فين؟ هنركب من محطه الرمل لغايه فاكتوريا، وفاكتوريا هي البداية ومحطة الرمل النهاية، أو ممكن محطة الرمل نعملوها البداية وفاكتوريا النهاية. تمام. الجولة كاملة 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 من الأول للآخر، مش هننزلوا في النص بقى وكده، لا، ده احنا هنكملوا لكم الجولة كلها. هتشوفوا اسكندرية كلها عن طريق الترام من أول محطة لآخر محطة، من محطة الرمل لغاية فاكتوريا. وهنتكلموا شويه عن التطوير بقى اللي هم ناويين يعملوه في محطه في الترام مش في محطه الترام. هنتكلموا شويه عن التطوير ده، بس حطوا لنا بقى اللايك بقى عشان خاطر الفيديو كده يتشاف كده، ان اللايك بتاعكم بيفرق جدا جدا مع الفيديو. واكتبوا لنا بقى ايه تعليق كده بذكر الله كده، خلي ربنا يبارك يعني. واشتركوا في القناه لو كنتوا بتشوفونا ولسه مش مشتركين. التطوير بقى يا جماعه هيكون عباره عن ايه؟ هيتم تطوير ترام اسكندريه بطول 13 كيلو متر طولي، يعني 13 كيلو متر هيطوروها، اللي هو سكه الترام. تمام. طبعا الترام بتيجي في اماكن معينه كده بيبقى فيها تكدس سكان الناس يعني، ومشاريع وتكاتك. فبيجي الترام مثلا زي عند منطقه بكوس مثلا، تيجي الترام علشان تعدي في عربيات واقفه وتكاتك وناس، وتفضل الترام تزمر والعربيات معديه ففي ايه تكدس كده من السكان على العربيات على التكاتك على كده، فده بيعطل الترام. طب هيطوروها ازاي؟ هيطوروها يعني ممكن يعملوا في حته زي دي نفق. هيبقى التطوير عباره عن في مش نفق، لا سوري، كوبري. في الاماكن اللي زي دي هيبقى التطوير عباره عن كوبري، اللي بحيث الترام يعدي من فوق الكوبري كده، والعربيات بقى اللي رايح واللي جاي ماشي زي ما هو، ما يبقاش بقى فيه ايه، في بقى العربيات تقف علشان الترام تعدي، وعلى مع الترام تعدي يكون العربيات كترت والناس واقفه وكله خبط في بعض. بيبقى فعلا منظر صعب جدا، وخصوصا في المناطق الزحمه اللي زي منطقه بكوس كده. وممكن برضه على فكره يا جماعه التطوير يكون برضه عن طريق نفق، برضه يحطوا انفاق كده، نفق في حته معينه بحيث برضه الترام يعدي من النفق ده. وممكن والتطوير هيكون سطحي، يا سطحي او علوي او نفقي. يا علو بقى اللي هو كوبري، نفق اللي هو نفق يعدي منه، وسطحي اللي هو يكون على سطح الارض، يعني يطوروها كده على سطح الارض. تمام. طيب سكة الترام المسافة كلها من أول محطة لآخر محطة بتاخد كام دقيقة؟ بياخد ساعة. الترام بياخد ساعة من أول محطة لآخر محطة، بياخد ساعة. أنا هسيب لكم المحطات كلها ورا بعضها كده، بحيث برضو الناس اللي عايزة تشوف ايه يعني لما نركبه من فاكتوريا مثلا، ايه اللي بعد فاكتوريا، ايه المحطة اللي بعد السيوف، ايه المحطة اللي بعد الساعة، ايه المحطة اللي بعد بكوس، ايه المحطة اللي بعد كذا سان ستيفانو مثلا، يبقى هم عارفين المحطات ورا بعضها بالترتيب. انا هسيب لكم خريطة توضح لكم المحطات كلها ايه ورا بعضها. طبعا احنا عندنا في اسكندرية ترام 1 وترام 2 والترام الصفراء والترام الزرقاء وكده يعني، فان شاء الله هنوضح لكم كل حاجه. انا عملت لكم جوله كامله في جميع الترامات بتاعت اسكندريه كلها، ما سبت لكمش حاجه. عملت لكم جوله في الترام الزرقاء 1، وجوله في الترام رقم 2، وجوله في الترام المميزه. فان شاء الله يعني ايه ورا بعضهم كده هنزلهم. الناس اللي مهتمه بموضوع الترام ان شاء الله هتشوفوا، بموضوع خط سير الترام ايه ان شاء الله هتشوفوا الترامات كلها يعني موجوده ان شاء الله ورا بعضها كده. بس حطوا لنا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه، واكتبوا لنا تعليق حلو كده بذكر الله، وقولوا لنا ايه اكتر حاجه عجباكم وايه اكتر حاجه مش عجباكم في الفيديوهات، واللي يفرق معايا اكتر اللي مش عاجبكم، علشان خاطر احسن من نفسي ومن مستواي. لان انا اهم حاجه عندي المتابع يكون راضي عن كل حاجه في القناه، بجد والله يا جماعه مش كلام، ده حقيقه والله. اهم حاجه عندي يكون كل اخ واخت في القناه يكونوا راضيين على مستوى الفيديوهات، يعني شوفوا ايه اللي ناقص وقولوا لنا عليه.
واتكلموا بجد يعني، ما تقولوش لا نخافوا نزعلوها، لا لا قولوا. انا بقبل بقبل يعني الانتقاد لما يكون بطريقه محترمه، اللي ده على راسي من فوق، ومش بمسح حاجه على فكره، وبقول وجهه نظري، انتوا بتقولوا وجهه نظركم وانا بقول وجهه نظري، وان شاء الله يعني احنا مع بعض كده للافضل ان شاء الله. المهم بقى تاني حاجه في التطوير، زي ما قلت لكم ان هو الترام بياخد من اول محطه لاخر محطه في حدود ساعة و10 دقايق كده. هما ان شاء الله هيطوروه بحيث يكون المدة ديت ما تاخدش ساعة، تاخد نص ساعة ل40 دقيقة، لان هو فعلا الترام بيبقى بطيء شوية. فيعني ايه الناس بقى اللي عايزة يعني، بصوا هقول لكم، الناس اللي عايزة سرعة تركب مشروع او تركب تاكس، انا مش مقتنعه بالكلام ده، مع ان المعروف اللي عايز سرعه يركب مشروع او تاكس وكده، لا بس انا مش مقتنعه بالكلام ده. ليه بقى؟ طب انتوا لما تركبوا مشروع ولا تاكس والطريق اصلا زحمه، هو التاكس ولا المشروع هيطير بيكم من فوق العربيات؟ لا طبعا بيمشي. في اوقات كتير على فكره بيبقى الترام اسرع، بالرغم ان هو يعني بتحسوه بطيء وكل شويه واقف في محطه، بس انا بشوف ان في اوقات معينه في الصيف بيبقى الترام اسرع بكتير من شارع ابو قير مثلا. شارع ابو قير ده زحمه جدا بقى، يعني شارع ابو قير عندنا هنا ازحم من شارع بتاع البحر، بيبقى زحمه جدا 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 ليل ونهار. فانا ببقى شايفه ان الترام في الصيف بيبقى افضل من شارع ابو قير، من انكم تركبوا تاكس او تركبوا مشروع مثلا. فبقى المسافة ان شاء الله يعني بعد التطوير هيخلوها من 30 دقيقة ل 40 دقيقة، يعني من نص ساعة او نص ساعة و10 دقايق كده يعني. تمام. الاول كانت ساعة، هو بقى هيطوروا وينقصوا، يعني يخلي الناس ايه اللي رايح مشوار كده يروح مشواره بسرعة، ما يتعطلش، ما يقعدلوش ساعة رايح وساعة جاي وساعتين 3 في المشوار واليوم خلص على كده. المهم بقى كملوا ايه تالت تطوير هيعملوه ايه. انا بقول لكم التطويرات بطريقة كده مبسطة كده وعشان خاطر ايه توصل لكم بسهولة. التطوير بقى اللي بعد كده، المسافة بين كل محطة والتانية هتبقى نص متر. نص متر ايه، نص كيلو. نص كيلو يعني هي 1000 متر دلوقتي هيخلوها 500 متر، يعني نص كيلو. طب هو انا شايفة ان اساسا المسافة بين كل محطة ومحطة دلوقتي هي 500 متر بس، انا شايفة كده دلوقتي. انا ممكن امشي من محطة لمحطة على فكرة. المهم بقى هو ده برضه هيبقى من ايه، من خطة التطوير اللي جاية ان شاء الله. طيب بعد التطوير هتكون سرعة الترام من 40 كيلو متر ل 60 كيلو متر في الساعة. بعد التطوير هتكون سرعة الترام كده هيبقى من 40 كيلو متر إلى 60 كيلو متر في الساعة. التطوير بقى اللي بعد كده هيكون ايه بقى يا جماعة؟ هيكون بعد التطوير هتكون السعة الركابية في اليوم 400 ألف راكب يوميا. 400 ألف راكب يوميا الترام هيخوف الترام. بعد التطوير هيكون الساعة كده يعني ان الترام هيسع 400 ألف راكب. طيب الترام كان في حد سائل قبل كده بيقول لي هي الترام فيه كراسي جوه ولا لا؟ هو الترام فيه كراسي جوه، بس طبعا العدد بيبقى شوية طبعا، ما بيكفيش طبعا الناس كلها، يعني ممكن يكون تمن الناس قاعد والترام يعني اللي واقفين اكتر من اللي قاعدين، ده يعني بتعبير اصح، يعني اللي واقفين اكتر من اللي قاعدين بكتير كمان. هو بيبقى الكراسي معمولة لكبار السن ولواحدة حامل او واحدة تعبانة. احنا هنا في محطة مصطفى كامل اهوت. هنا بقى احنا بنوريكم اسكندرية كلها عن طريق الترام بقى. اسكندرية كلها من على الترام. طب بعد التطوير تاني ايه اللي هيحصل؟ بعد التطوير الساعة الركابية في اليوم 400 ألف راكب يوميا، وهتكون محطة سيدي جابر ومحطة الرمل تبادلية بين الترام والمترو في اسكندرية ان شاء الله. لما يعملوا لنا المترو يعني هيكون سيدي جابر ومحطة الرمل هما اللي يعني تبادلية مع بعض، يعني معنى صح لما ينزلوا في محطة، لما نكونوا راكبين الترام ونازلين محطة الرمل، لو حد بقى عايز يرجع في الترام هيلاقي برضو الترام اخره برضو ايه اللي هو محطة الرمل. تمام. وفي سيدي جابر نفس الحكاية، اللي راكب اللي ما هو الترام ده هيتعمل مكان القطر ان شاء الله المفروض، يعني زي ما هم وعدونا. لما طيب القطر اخره سيدي جابر، لما هيشيلوا القطر ويحطوا لنا المترو
فهيبقى اللي عاوز مثلا يكمل بقى ينزل من المترو ويركب الترام عادي، هيلاقي برضو في ايه، في سكة ترام هناك، في هناك ترام برضو موجود. يا رب ما اكونش لخبطتكم. انا الفيديو ما عرفتش اسرعه اكتر من كده، علشان خاطر لو كنت سرعته اكتر من كده انتوا ما كنتوش هتعرفوا برضو تشوفوا ملامح برضو الايه، ملامح المباني كده والعماير ديت. فانا ايه قلت بقى انا يعني اسرعه تسريع كده يعني مقبول، بحيث اللي عاوز يتفرج وحابب ان هو يشوف الاجواء هيقعد في الفيديو، واللي مش حابب يتفرج، كل واحد يتفرج بقى على قد ايه قدرته بقى في ان هو يقعد يتفرج على الفيديو يعني. بس ان شاء الله الناس اللي بتحبني طبعا بتتفرج للنهاية، طبعا هم يعني معروفين. اللي على فكرة أجرة الترام نسيت أقولها، الأجرة جنيه، اللي بتدفعه على الفرد جنيه. والأطفال يعني الطفل مثلا لو عمره مثلا 10 سنين مثلا ممكن ما تدفعوش، وممكن تدفعه يعني ممكن يعني الراجل الكمساري اللي في الترام ده بيعديها عادي يعني، ما بيعلقش بيقول لك لازم تدفعوا كده. بتدفعوا جنيه وبتاخدوا منه تذكرة، التذكرة دي بتفضلوا شايلينها في ايديكم لغاية لما تنزلوا، عشان ممكن على فكرة بيدولكوا التذكرة وفي ناس بترميها، وبعد كده هو يقولك فين التذكرة بتاعتك. فطبعا اكبر دليل انك يعني تقولي له التذكرة هي احسن من انك ترميها وتقولي له انا رميتها والكلام ده كله. فخليه هو على فكرة لو قلت له رميتها وكده مش هيتكلم معاكي اصلا. بس الافضل يعني تشيلوا التذكره في ايديكم، علشان خاطر الكلام ده طبعا للناس اللي بره اسكندريه، تشيلوا التذكره في ايديكم علشان خاطر لو اتسالتوا مثلا فين التذكره بتاعتكم او فين، هو مش هيقول لك فين التذكره بتاعتك، هو هيقول لك تذاكر يعني بسيط يعني ادفعي يعني. فانت تيجي ايه مثلا موريه له مثلا التذكره بتاعتك كده، لو هو بص عليكي يعني بتبين له حرف التذكره كده وخلاص بيعرف ان انت دفعتي. هو ده كل التطوير على فكرة يا جماعة، يعني اللي هم قالوا عليه ان هم هيخلوا السعر الركابية هتبقى 400 ألف راكب في اليوم، وان هم هيعملوا نفق او كوبري او سطح يطوروه بحيث التكدس السكاني اللي بيبقى موجود في مناطق معينة زي بكوس كده، والترام معدي والعربيات معدية والترام مش عارف يعدي والناس وقدام الترام والتكاتك، وبتبقى زحمة زحمة متعبة جدا صراحة للأعصاب وللنفسية. وهم ان شاء الله برضو هيبقى المفروض ان هو هيبدأوا المفروض ان هم يبداوا لنا ببكوس الصراحه، يعني بكوس صعبه جدا، والمسافه بين كل محطه والتانيه 500 متر، وهيخلوا لنا بدل ما يبقى الرحله كلها ساعه هيخلوها لنا نص ساعه بس ان شاء الله. يعني يبداوا فيه قريب بقى ان شاء الله في التطوير اللي هم بيقولوا عليه ده. لو وصلتوا بقى لغايه هنا ولسه محطوش اللايك، رجاء من اخواتي حبايبي اللي بيسمعوني حطوا لنا اللايك على الفيديو. بصوا بقى البطل او البطله اللي وصلت لغايه هنا من الفيديو يكتب لي مستشفى الفتح، ما هو اللي بيوصل معايا للدقيقه 13 او يكتب بيت السجاد اللي يريحكم. البطل او البطله اللي وصلت معايا لغايه هنا يكتب لي مستشفى الفتح او بيت السجاد، لان طبعا كل ان توصلوا معايا للدقيقه 14 ده مجهود جبار جبار بجد. بس اوعوا تكونوا مسرعين الفيديو، اوعوا تكونوا مسرعين وانتوا جايين هنا بالصدفه. الجو اليومين دول في اسكندرية ساقعة جدا جدا، بالرغم ان معروف ان اسكندرية على فكرة مع ان فيها بحر وكده
المحافظات التانية اللي بره اسكندرية بتبقى فاكرة ان اسكندرية بقى ساقعة، بتبقى فاكرة ان هي اسكندرية ساقعة عشان فيها بحر. هي اسكندرية معروفة ان هي دافية على فكرة. بكوس يا جماعة، بكوس كله يضرب تعظيم سلام، احنا في بكوس. بكوس بصوا بقى، نسيب لكم بس موضوع للساعة وكده ونتكلموا شوية عن بكوس. بكوس ديت بقى بيبقى الترام زحمة موت موت، والناس كلها واقفة مش عارفين يتحركوا، وتيجي عند محطة بكوس كله ينزل، الترام يفضى خالص. هو بيحمل تاني برضو، ما في ناس تانية بتبقى واقفة في بكوس هيركبوا برضو، بس اللي بيبقى بيركب أقل من اللي نازل. فاحنا لو مثلا لو في مثلا جولة اخدتها بالترام كده، رايحة مشوار بالترام، انا مش بركب الترام كتير يعني، يمكن كل كام شهر مرة. المهم يعني بنيجي عند محطة ترام بكوس، يعني امتى تيجي عشان الناس دي تنزل؟ بس بكوس حاجة عمار عمار عمار، يعني انا شايفاها بقت يعني اقوى من المنشية. او زي المنشيه، بلاش اقوى عشان خاطر ايه ما محدش يعترض على الكلمه ولا لا. هي المنشيه طبعا اكبر طبعا يعني، هي لا هي في الحقيقه بقى المنشيه اكبر، بس بكوس تحسوها زحمه. يعني انا لما بدخل بكوس انا ما ببقاش عارفه امشي في بكوس، لكن المنشيه زحمه وناس ياما ومحلات وفروشات ودنيا تانية، بس ببقى عارفه امشي. لكن بكوس زحمه قوي قوي، عربيات وتكاتك وفروشات وفروشات فروشات. بص مفيش حته كده نعرفوا نمشوا فيها. هسيب لكم في نهاية الفيديو خريطة زي ما قلت لكم، هتوضح لكم كل المحطات من محطة الرمل لغاية فاكتوريا، المحطات كلها ورا بعضها كده. بدل بقى ما تركبوا كل محطة تسألوا هي دي محطة ايه، يبقى انتوا معاكم الخريطة بتاعتكم وعارفين بقى انتوا كده ركبتوا من محطة الرمل، بعد منها محطة ايه، بعد منها محطة ايه، وهكذا. ولو اتلخبطتوا ولا حاجه اسالوا عادي، اسالوا اي حد، اسالوا الكمساري، ده اهم، ده احسن واحد ممكن تسالوه يعني، ده مش هيلخبطكم، ده حافظ، ده شغلته بقى. ممكن تسالي حد مثلا قاعد جنبك، او تسال حد قاعد جنبك يلخبطك، يكون هو بيقول محطه هو مش عارف اسمها ايه صح. بص عايز اسالكم على حاجه، يعني الثلاثه اربعه اللي قاعدين معايا لنهايه الفيديو، في الفيديوهات بتاعه الترام القادمه اللي انا هنزلها لكم، بقيه جولتنا في الترام ان شاء الله، تحبوا اسجل بصوتي ولا احط لكم موسيقى هاديه كده؟ يعني احب اسجل على الفيديو بصوته زي ما انا بتكلم دلوقتي، ولا احط لكم موسيقى هاديه وتتفرجوا؟ يا ريت يا ريت يا ريت، اتمنى اللي موجودين معايا لغايه هنا من الفيديو يكتبوا لي في التعليقات اسجل ولا احط موسيقى وتتفرجوا. ما الجوله التانية بتاعت الترام من مكان تاني خالص، ما هو احنا عندنا الترامات في اسكندريه كل ترام ليه خط سير كده ايه، مع نفسه يعني. ترام واحد اللي احنا راكبينه ده الازرق ده بيودينا من محطة ايه ومحطة ايه ومحطة ايه، يعني اماكن مناطق معينة. ترام اتنين لمناطق تانية خالص. انا معاكم على فكره، بتفرج معاكم، مش ما سبتكمش ومشيت ولا حاجه، بس بتفرج. انا قلت ايه اريحكم شويه من الرغي، تلاقي فيكم ناس صدعت من كتر الكلام، فايه حبيت اريحها يعني من الكلام، فقلت ايه اسكت شويه.
خلاص خلاص احنا قربنا، خلاص قربنا على النهاية. فاضل لنا كده محطتين وهنوصل فاكتوريا ان شاء الله، وهقول لكم الحمد لله على السلامة. شوفوا جايبالكوا الشوارع من جوه. ده مش خط الترام وبس، لا ده الشوارع كمان، اتفرجهم بالمرة. وصلنا الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا جماعة، الحمد لله على السلامة. وصلنا محطة ترام فاكتوريا، نازلين اهو يا جماعة، خلاص احنا وصلنا في اخر محطة. بصوا بقى الناس بقى اللي بره اسكندريه، لما تحبوا تركبوا الترام وعايزين تروحوا اي محطه معينه مثلا، قبل ما تركبوا اسالوا بس السواق هو الترام ده رايح المحطه دي ولا لا. هنا الخريطه زي ما انتم شايفينها اهوت، دي الخريطة بقى اللي جامعة كل المحطات. يعني لو ما تركبوا من فاكتوريا، تبدأوا من فاكتوريا، طبعا هو الترام بيجي عند سان ستيفانو، والترام رقم 1 بتعدي بقى بتروح جانيكليز وشوتس وصافر وبكوس، والترام رقم 2 بتفضل ماشية طوال اللي هو بالخط الأحمر، لكن بتاعت بكوس بتلف اللي هو الخط الأزرق في الأخضر ده. افهموها، خدها سكرين